بالوسط راح يصير اللون النيلي. راح اخذ الخيط بهذا الشكل. اول شي لفيت على اصبعي، وبعدين هنا أنا طلعته بالسنارة وارتفع 3 سلاسل، 1 2 3. بعدها راح ابدي اشتغل عواميد بهذا الشكل. اطلع سلسلتين وسلسلتين، الف الخيط واخذه من داخل الدائرة واطلع سلسلتين وسلسلتين، كل 3 تفصل بيناتهم سلسلة واحدة. هاي راح اسويها الى ان تصير عندي 24 عمود، يعني 8 مجاميع من هاي. بعد ما خلصناها 24 عمود راح اقص هذا الخيط لان ما احتاجه هسه، واجي احسب من هنا. عندي هاي السلاسل 1 2 3، راح ادخل من ثالث سلسلة واسحب هذا الخيط نفسه، وارجع على نفس السلسلة اللي كان بيه، ادخل من هنا من وسطها واسحبه هو هذا الخيط نفسه حتى تصير عندي هماتين سلسلة الاخ، ما يبين اصلا اني منين نهيت الشغل. وهاي احنا ها هي ما نقدر بعد نضبها اكثر لانه يلا كفت عدد العواميد. فراح ادخل من هنا اسحب الخيط هذا حتى ما يبين، وهذا هماتين اسحبه منه. افضل طريقة حتى انهي بها هذا الشغل واطمئن انه ما راح ينفل، اعقده مرة بس ما اضب عليه حيل حتى ما تخرب السلسلة. وعندي هاي النوعية مال اميري، اخلي شوية كلش قليل قطرة صغيرة على المكان اللي عقدته، وارجع اعقده مرة ثانية بهذا الشكل. اطمئن انه ما راح تنفتح الحياكة نهائيا على كيفي، واخليها الما تنشف واقص هاي الخيوط الزايدة. بعدها راح ابلش باللون الابيض. اللون الابيض راح ادخل من ما اريد من السلاسل اللي تركتها بين كل 3 عواميد. يعني هسه هنا السلسلة هاي 3 عواميد وسلسلة، وهنا 3 عواميد وسلسلة، فبيناتها ادخل من اي مكان اريده عادي. راح ادخل من هنا، هذا كلش واضح. هنا راح ادخل اخذ الخيط، اول وحدة اول سلسلة اشتغلها بهن اثنيناتن حتى ما يفلت عندي حياكة، وراح ارتفع 3. هسه 1 2 3. بعدها راح بنفس المكان اسوي عمودين، واحد 2 يعني مرتين طلعتها، وهذا هماتين يعني نفس ذاك الشغل. هسه اعتبرت هاي السلسلة عمود وهذني عمود وبعمود، صارن 3. ورا ما كملت هسه راح اشتغل سلسلتين، 1 2. بعدين اروح على الفتحة الثانية نفس الحالة، هذا الاول وهذا الثاني وهذا الثالث، وبعدها هم راح اسوي سلسلتين، هاي 1 2 الى ان اوصل نهاية السطر. بعد ما كملت وصلت للنهاية نفس الحالة هماتين اقص هذا الخيط واسحبه، واروح هنا على الثالثة 1 2 3. هاي الثالثة ادخل من عندها. هسه بالابيض راح يصير واضح عندكم اكثر. واسحب هذا الخيط هو نفسه، وارجع اخذه من وسطها. صارت كلها سلاسل وحدة بصف الاخ. هماتين اسحبه منها مثل كل مرة من نشتغل، وهماتين اسوي بالاميري، ولما ينشف اقص الزايد. هسه هذا نشف عندي الاولي اقدر اقصه اتخلص من عنده، وهذا نفس الحالة راح اعبره واعقده واخليه له اميري، وبعدين من ينشف اقصه.
هسه راح نبلش باللون السمائي. امين ما اريد اختار اي مكان، يعني مو شرط اللي انا انتهيت من عنده. بالبداية راح اسوي سلسلة بالخيطين اثنيناته حتى ما يفلت عندي بهذا الشكل، وراح ارتفع 3 سلاسل. هاي 1 2 3. بعدها راح اسوي 3 عواميد بنفس الفتحة، نعتبره هذا الاول سويناه، هذا الثاني، وهذا الثالث. وبعدين راح اسوي، احنا كنا نسوي هنا سلسلتين، هسه راح اسوي 3 سلاسل، 1 2 3. وراح على الفتحة اللي بعدها هماتين راح اسوي 3 عواميد، هذا 1، هذا 2، وهذا الثالث. وهماتين بعدها راح اسوي 3 سلاسل الى ان اوصل للاخير. بعد ما كملنا للاخير هماتين راح احسب 1 2 3. بالثالثة راح ادخل، هالمرة ما راح اقطع الخيط لانه احتاجه بعد، فراح اسحبه منه ومنه. هسه ارتفع 3 سلاسل، 1 2 3. راح اشتغل فوق كل عمود عمود. هنا 1 وهنا الثاني. عفوا ما لفينا الخيط. صارت عندي 1 2 3. هذا الفراغ 3 عواميد. هذا 1 وهذا 2 وهذا الثالث. اجي هنا فوق كل عمود اشتغل عمود. هنا منا ادخل هاي السلسلة. عفوا ما لفينا الخيط. هذا 1 وهاي السلسلة الثانية فوق العمود الثاني، هماتين راح نسوي بها عمود، والسلسلة الثالثة. وماكو بيناتها سلاسل زيادة. نخلص ونرجع نشوف شلون نسدها. بعد ما كملت السرة كليته، هنا بس اشوفكم شلون قفلناه من هنا. راح ندخل بالسلسلة الثالثة بهذا الشكل، واسحب الخيط منه ومنه. بعدين راح اخذ الاسود اللي هو اللون الجديد، والازرق ما راح اقصه لان راح احتاجه بعدين، فخليه لان الاسود مو هواية شغل بيه. هنا أنا راح اسوي بس سلسلة واحدة واضبه من هنا من الازرق، اسحبه هيجي. راح ابدي اشتغل بكل سلسلة يسموها غرزة نص عمود. العفو، يعني اخذ الخيط وادخل من نفس هاي السلسلة، هاي الاولى، اسحب الخيط مرة ثانية واطلعهن كليتن مرة واحدة بهذا الشكل. ارجع النوبة على الثانية وهم اسحبهن كليتهن بهاي الطريقة الى ان اخلص كل السلاسل الموجودة داير ما يدور. بعد ما كملنا اللون الاسود، هم راح اروح على الغرزة الثانية هنا هاي، واسحب الخيط اخذه منه. هذا بعد ما احتاجه اقدر اتخلص من عنده. ونفس كل مرة ناخذه منه.
راح نرجع على اللون السماوي، أدخل من أي مكان أريد وأسوي 3 سلاسل، 1 2 3. بنفس المكان أسوي 3 عواميد. هسه سويت أني 1، عفوا بس هنا سويت أني 1 وهذا الثاني وهذا الثالث. راح أترك فراغ 1 وأروح على اللي بعده، هماتين أشتغل 3. صفة هذا الثاني وهذا الثالث، وهماتين هنا أترك 1 وأروح اللي بصفة إلى أن أكمل السطر كله. بعد ما كملنا هذا السرة كليته راح أقص الخيط، لأن بعد ما أحتاج السمائي، وأسحبه منه وأروح هماتين على الثالثة، 1 2 3. من هاي الثالثة مثل ما سويت بالنيدي والأبيض، أخذ الخيط منه، وبعدين من نص هاي السلسلة اللي كان بيها أرجعه هنا بهذا الشكل. ما خلصت كل السراوات وقفلت الشغل من هنا كليته، بقى بس هاي تنشف وأقصها. راح أرجع أدخل من بين الفراغات اللي موجودة بين كل 3 عواميد. أني هنا قفلت الشغل فعادي أقدر أخذه من عنده. راح أسحب الخيط وأشتغل سلسلتين، أول وحدة بيهن اثنيناتهن حتى ما تنفلت، والثاني وحدة. اشتغلت هنا 3 سلاسل، أعوف هاي الفتحة وأروح على الفتحة اللي بعدها ورا 3 سلاسل. راح أشتغل بيها عمودين، هذا 1 وهذا 2، وأسوي 3 سلاسل، 1 2 3، وبنفس الفتحة النوبة عمودين، هذا 1 وهذا 2. ورا ما كملناها نسوي سلسلتين، 1 2، وأروح على الفتحة اللي بعدها أسوي غرزة حشو بهذا الشكل. أرجع النوب أسوي سلسلتين، 1 2، وأترك هذا الفراغ، أروح على اللي بعده أسوي عمودين ب3 سلاسل بعمودين، هذا 1 هذا 2 و3 سلاسل، 1 2 3، والنوبة بنفس الفتحة عمودين. من أكمل أسوي سلسلتين، 1 2، وأترك هاي الفتحة، أروح على اللي بصفها وأسوي غرزة حشو وبهذا الشكل إلى أن أوصل لنهاية الشغل. آخر شي حتى أغلق هذا السطر أجي أدخل من هنا من نفس الفتحة اللي بديت من عندها، وأخذ الخيط وأشتغل غرزة حشو، وأدخل هنا أسوي 1 منزلقة، أقص الخيط وأسحبه منه وأرجع أسحبه من ورا من الحلقة الثانية اللي بصفه.